السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة عملت سلسلة عن الفنانين وكده. حطيت أول فنان عندنا هنا محمد رمضان، لعبته هنا كده في الأهلي. طبعا خليته بشخصية الأسطورة، عشان هي شايف هي الشخصية الوحيدة اللي هتبقى معروفة وهتبقى باينة زي كده. ده رفاع الأسطورة. طبعا هو لعب في الاهلي وفي خناق على رقم واحد مع الشناوي والكلام ده. بس طبعا الشناوي يعني ابن النادي، فمش ايه، فيعني بالنسبة له مش عايز يسيب رقم واحد عشان هو رقم واحد في مصر وكده. بس المفاجأة ان الشناوي بقى رقم 16. طبعا محمد رمضان نمبر وان، مفيش اختلاف عليه. خلينا نمبر وان. غير كده هنشوف بقى في الملعب مين نمبر وان. سيبك من الكلام ده كله، هنروح دلوقتي على الملعب على طول. هنلعب ماتش كده حلو نجرب فيه محمد رمضان. السلسلة دي ان شاء الله في كذا ممثل، وهنعمل فريق للممثلين كامل. بس ادعموني اشتراكات كده. عايزين كده اشتراكات علشان انزل باقي الفريق وانزل اللعبة. طبعا ده صوت جماهير الزمالك، صوت جماهير الاهلي مش عارف فين. الاهلي تعبانين. هنخش على طول. بسم الله. أصدقائي المشاهدين على هذه المشاهد الرائعة هنا من القلعة، من القصر الكروي، تتواصل في إطارات أيام كبيرة على الصعيد والمستوى الكروي. الوجه هذا المساء ستقودنا اللقاء المرتقب المنتظر هنا. طبعا كان يجيب جول يلعب الشناوي كده، تروح لعبد المنعم، متولي. اوه، زيزو بابا جول. زيزو عملها. ده الأسطورة ده. هو ده الأسطورة ده. هو ده الأسطورة. شوف، لعيب ولا كأنه كهرب. ايه الحلاوة، ولا كأنه ميسي يا جدعان. شوف الاحتفال يا ولد. نمبر ون حقيقي، نمبر ون يا جدعان. زودت السلامة كمان. لسه في كذا لاعب تاني، بس السلسلة دي أنا مش فيها كده على طول. سلسلة الفنانين هنزل عليها في اليوتيوب على طول. ولو عجبتكم اكتبوا لي في التعليق، والممثل اللي انتوا عايزينه اكتبوا لي في التعليق، وانا هعمله واعمل بيه فيديو. طبعا الزمالك ضغطة، مفيش كلام. وبس كده يكون ان شاء الله كده الفيديو بتاعنا خلص. واستنوني في فيديوهات تاني كتير. ادعموني بالاشتراك واعملوا لايك على الفيديو عشان نوصل لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.